اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نزلت السوبر ماركت كده، جبت شوية طلبات. نزلت جبت اللي هو البسكوت اللي هو بسكريم ده طعمه تحفة، وكمان جبت اللي هي الكيكة دي طعمها تحفة يا جماعة. وكمان جبت مصاصات، كيس كبير كده مليان مصاصات علشان ايتن بتحبه وبتجيبه في ابو كبير على طول. وعلى فكرة البسكريم ده برضو بنجيبه في ابو كبير على طول، بحب اشربه مع القهوة كده بيبقى طعمه خطير. وكمان الشوكولاتة دي برضو بحب اكلها كده وانا بشرب القهوة، بتبقى طعمها خطير. وكمان نزلت جبت مربى، وجبت اللي هو لانشون الحسن والحسين. وكمان نزلت جبت بيبسي اللي هو كوكا كولا. طبعا هناك مفيش بيبسي غير كله تبع المقاطعة، فوالله ما عرفت اجيب ايه. طبعا انا حطيتهم صورتهم كده زي ما انتوا شايفين، علشان بس المكان مكان ما تعشينا كان متبهدل شويه، ففرشت اللي هو ايه فوط علشان اعرف اصور عليهم، علشان انا نزلت اجيبهم علشان في حاجات هاخدها معايا وانا رايحه اليخت. اول حاجه كده هنروح اليخت. انا صحيت الصبح الاول نزلت جبتهم من الهايبر من تحت، عشان طبعا احنا كنا جايبين معانا مربى، المربى خلصت، ما كناش جايبين لانشون. نزلت جبت لانشون. كنا جايبين مربى بس خلاص يعتبر خلصت، فطبعا نزلت جبت برطمان كمان. هنعمل سندوتشات من المربى وكمان من اللانشون وكمان جبن هناخدها معانا. كمان هناخد معانا بسكوت اللي هو بسكريم، وكمان هناخد معانا الكيكه بالشوكولاته والبسكوت التاني، وهسقع بيبسي في الفريزر. وطبعا ده كله في ثواني كده علشان نلبس، علشان رايحين اليخت. اليوم الرابع ده مفيش بحر فيه، في يخت وبالليل فيها سفاري. تعالوا بقى احنا كده رايحين اليخت، هقول لكم على كل حاجه وكل الاسعار كده. احنا في اليخت من جوه واليخت ماشي بينا. بصوا منظر الميه تحفه، المنظر يرد الروح. طبعا ده اليخت من جوه. انا ما حبيتش اصور فيه كتير علشان طبعا في ناس وانا ما بحبش اجيب الناس، فطبعا خدت منه لقطه كده بسيطه وصورت اكتره في الميه. طبعا دي ناس تانية نزلت الميه كده من تحت، لبسوا اللايف جاكيت ونزلوا الميه. انا ما بحبش بصراحه وانا في اليخت انزل الميه، لان طبعا تحتك مش في حاجه، فانا يعني ما بحبش انزل من اليخت. بس لو في البحر بنزل البحر عادي. تعالوا بقى علشان اقول لكم على الاسعار. انا اسفه والله العظيم. طبعا الفيديو ده احنا طالعين الرحله دي كان يوم 22/8، وطبعا احنا جايين مش عارفه كان يوم 28/8، فالمفروض الفيديوهات دي تكون نزلت زمان. بس والله غصب عني، انا كنت جايه مرهقه شويه، وبعد كده كان عندي شويه ظروف، وبعد كده نزلت كام فيديو. وكمان ايتن كانت لسه بتروح سباحه، فطبعا كان الوقت ضيق جدا. وبعد كده ايتن طبعا بدات دروس اول ما جينا، وكنت بذاكر معاها وكنت مضغوطه جدا. ودلوقتي ايتن دخلنا في المدرسه. صورت معاكم مشتريات المدرسه الاول، بعد كده قلت اكمل معاكم فيديوهات مرسى مطروح. فانا اسفه والله، المفروض كان ينزلوا من بدري، حقكم عليا. ان شاء الله بعد كده اول لما اجي على طول من المصيف همنتج الفيديوهات معاكم وانزلها على طول. تعالوا بقى، علشان طبعا في ناس طلبت مني في الكومنتات، انا عيوني ليكوا الاسعار والتفاصيل وكل حاجه. اولا احنا طالعين تبع شركه سياحيه من الزقازيق. احنا جبنا عربيه خاصه تاخدنا من قدام البيت تودينا الزقازيق. طبعا نزلتنا هناك، وطبعا احنا كنا حاجزين كل حاجه مع الشركه وركبنا من هناك. الشركه اخدتنا من الزقازيق لمرسى مطروح. هقول لكم كل التفاصيل في الفيديو ده، وهقول لكم الاسعار شامله ايه والانتقالات، وهقول لكم على كل حاجه. طبعا ده احنا في قلب البحر كده في اليخت. عايزه اقول لكم علشان طبعا هبدا دلوقتي في الاسعار. بعد ما خلصنا اليخت روحنا دلوقتي. طبعا جبت من تحت البيت، كان في فكهاني كده بتطلعي على اول الشارع تمشي اقل من 3 دقايق كده. جبت منه بلح برحي وكمان العنب ده، انا بعشق العنب ده. العنب ده كان حوالي 4 كيلو كده من العنب اللي هو الكريز ده، طعمه خطير. وكمان البلح ده كان حوالي 2 كيلو ونص حاجة زي كده. تعالوا بقى بعد لما خلصنا اخر النهار كده، رحنا على الساعة 5. ده كان سفاري. اول حاجة رحنا كده قعدنا شوية، قدمولنا اللي هو الشاي الزردة، وبعد كده طلعنا ركبنا البيتش. طبعا ركبنا بيه لفينا كده شويه، وبعد كده دخلنا بقى في حفلات جوه. اول ما دخلنا طبعا قدموا الشاي، كان في حفلات، حضرنا شويه حاجات كده وطلعنا ركبنا البيتش، وبعد كده رجعنا كملنا تاني. تعالوا بقى علشان اقول لكم الاسعار. اول حاجه احنا حجزنا تبع الشركه. الشركه هناك بتكون بالافراد. يعني مثلا، يعني انت هتاخدي شقه، في شقه 4 افراد وفي شقه 6 افراد. طيب الشقه اللي هي 4 افراد دي فيها كام سرير؟ فيها 4 سراير 2 اوضه. طيب اللي هي 6 افراد فيها كام سرير؟ فيها 3 اوض و6 سراير، يعني الاوضه فيها سريرين. طيب اللي هي 4 افراد دي وفيها اوضتين.
طيب احنا لو زودنا اطفال او اي افراد مثلا، بس المفروض طبعا الاوضتين بياخدوا 4 افراد كبار. لو زودنا اطفال بتزودي في الباص، علشان طبعا الاطفال بيركبوا في الباص. سعر الكرسي في الباص 650 جنيه رايح جاي. طيب الاربع افراد اللي هم في الاوضتين دول عاملين كام؟ بتاخدي الاوضتين 4 افراد ب4 كراسي في الباص، عاملة 7850. طب شاملة ايه 7850 دي؟ شاملة الانتقالات رايح جاي وانتقالات للشواطئ فقط لا غير. يعني كده 7850 شاملين انتقالات للشواطئ، وكمان انتقالات من الزقازيق لمرسى مطروح، من مرسى مطروح للزقازيق رايح جاي. طيب الاربع افراد، يعني احنا مثلا كنا 4 افراد كبار دفعنا 7850. طبعا جينا اخدنا كورس الايتن دفعنا 650، يبقى كده دفعنا 8000 ونص. يبقى احنا دفعنا في الانتقالات رايح جاي وكمان انتقالات للشواطئ بالشقة دفعنا 8000 ونص، علشان طبعا دفعنا الايتن حق الكورس اللي هو 650. طيب هل كده بس؟ لا، في حاجات تانية دفعناها. بتدفعي 250 جنيه تنظيف الشقة. تعالوا الاول كده ما اكمل معاكم ده واحنا هناك كده. دي شويه حاجات انا اخدتها واحنا هناك، اخدناها معانا واحنا رايحين كده. طبعا غير الحاجات اللي احنا اخدناها في اليخت ده بقى مولتو، كمان جبنا مارشميلو، كمان شيبسيات وكمان بيبسيات زي ما انتوا شايفين اهو. كمان ده بسكوت بالشوكولاته طعمه خطير. يبقى تاني اخدنا مولتو وشيبسي وبسكوت بالشوكولاته ومارشميلو، كمان شيبسي كمان وكمان بيبسي وكمان في مولتو كمان وكمان في شيبسي اهو. ده انا مصوراه كده ورا بعضه. طبعا الكلام ده كله فين؟ ده في سفاري. طبعا بنقعد فتره كبيره، بس لينا وجبه غدا هناك. هكمل معاكم الاسعار وكل حاجه. طبعا انا مش مطلعه معاكم الفيديو بصوت علشان طبعا في حقوق طبع ونشر، فما ينفعش اطلعه بصوت. تعالوا ما اكمل لكم بعد كده. يبقى احنا دفعنا 7850 لأربع أفراد، ورحنا دافعين كمان 650 علشان الكرسي اللي زودناه الايتم، يبقى كده 8000 ونص. وكمان دفعنا 250 نظافة وكمان 250 تأمين، يبقى كده دفعنا 9000 جنيه. طيب التأمين ده احنا بناخده تاني. ال 250 ده تأمين بتدفعيهم وانتي رايحة في الباص، بتاخديهم وانتي راجعة في الباص. بس فلوس النظافة مش بتاخديها تاني. ليه بقى؟ علشان انتي بتروحي بتستلمي الشقة نظيفة، وكمان لما بتيجي تسيبيها مش بتنضفيها انتي بس، طبعا طول ما انتي موجودة فيها هتنضفي عشان تعرفي تقعدي فيها، بس لما بتيجي تسلميها مش بتنضفيها، في ناس بتيجي تستلمها وتنضفها. تمام؟ فعلشان كده ال 250 دول بيكونوا نظافة، انتي مش بتسترديهم تاني. يبقى كده احنا دفعنا 9000 جنيه، استردينا منهم واحنا راجعين 250 جنيه اللي هما التأمين. يبقى الفلوس اللي احنا دفعناها كلها كام؟ 8750 بالنظافة. دول اللي دفعناهم للشركة. 8750 شاملين انتقالات رايح جاي وانتقالات للشواطئ وكمان الشقة فقط لا غير. طيب اتكلفنا ايه تاني هناك؟ في رحلات اسمها رحلات داخلية. الرحلات الداخلية دي اختياري، براحتك، عايزة تروحيها تروحيها، مش عايزة تروحيها براحتك. ايه هي الرحلات الداخلية بقى؟ سفاري، اليخت، كمان السيرك، كمان القرية البدوية، كهف الملح. تعالوا بقى ما اقول لكم الاسعار بتاعتها. طيب اليخت اللي انتوا شفتوه الصبح ده اللي احنا رحناه ربع يوم، اليخت الفرد ب180 جنيه اللي هو الفرد الكبير. طيب الطفل الصغير ب100 جنيه، يبقى الكبير ب180 والصغير ب100 جنيه. طيب اللي هي السفاري اللي انتوا شايفين الفيديو دلوقتي شغال قدامكم، السفاري دي بكام؟ الفرد ب350 جنيه كبير وصغير. يعني ايتن بنتي دفعنا لها 350 جنيه واحنا برضو 350 جنيه، كل فرد 350 جنيه. يعني الكبير زي الصغير، ايتن 350 واحنا برضو الافراد الكبيرة كل واحد 350. طيب ال 350 دول شاملين ايه؟ اولا بتدخلي كده في طبعا اللي هو الشاي الزردة بتشربيه، وبعد كده بتسمع اغاني، بيعملوا لك حفلات، بيعملوا لك شويه فقرات حلوه، تنوره، حاجات كتير. وكمان بتطلعي تركبي اللي هو البيتش. طبعا البيتش بيركب عليه فردين، يعني ركبت انا وايتن على البيتش. طبعا بتركبي عليه حوالي 5 دقايق كده لفه، حوالي 5 دقايق مش اكتر من كده. وطبعا بيكون الفردين دافعين كل واحد 350، فبيركبوا على البيتش مع بعض.
طيب شامل ايه تاني؟ زي ما قلت لكم في حفلات، في شاي الزردة، في قعده بقى وفي راحه. بصراحه اكتر حاجه عجبتني هي هناك في الرحلات الداخليه بصراحه هي القعده البدويه دي. خدونا من عند البيت الساعة 5، رجعونا الساعة 1 بالليل. طبعا احنا بنطلع من القرية حوالي الساعة 12، نتجمع الساعة 12، نطلع 12:15 نروح. طيب في ايه تاني في القرية البدوية؟ في وجبة غدا بيقدموها هناك. وجبة الغدا دي عبارة عن الفرد ربع فرخة، وكمان شوية من الرز، شوية من المكرونة، وكمان خضار. يعني انا وايتن كنا دافعين 700 كده، حاطين انا وايتن الاكل مع بعض. في هناك فردي وفي زوجي، فانا وايتن كانوا حاطين لنا في نفس الاطباق، حاطين طبق كده كبير فيه رز، وكمان فيه نص فرخة، وكمان حطوا طبق صغنن كده فيه معلقتين من الخضار، وكمان حطوا طبقين صغيرين كده فيهم سلطة كرنب، وكمان قدموا لكل واحد ازازة من المية، وكمان حطوا لنا اللي هو طبق المكرونة. اهو ده الاكل. الطبق اللي قدامكم الكبير ده انا وايتن مع بعض. الطبق ده نص فرخة، شفتوا معلقتين الخضار بسيطة خالص، وكمان ده رز، وكمان حطوا عيش، وكمان ده طبق من المكرونة، وكمان حطوا طبقين من السلطة، وكمان كل واحد ازازتين مية. طبعا قاعد جنبي على طول ده سعيد اخويا، كانوا حاطين اكل ليه لوحده في طبق. الطبق بتاعه كان عبارة عن ربع فرخة، طبق خضار، وكمان رز، وكمان سلطة، وكمان كانوا حاطين ازازة مية، وكمان كانوا حاطين مكرونة. وقالوا طبعا كانوا بيعدوا على الناس يقولوا اللي عايز مكرونة تاني يقول. بعد ما اكلنا وخلصنا قدموا لنا الشاي الزردة طبعا، وكملنا الحفلات، وبعد كده روحنا. طبعا دي اسمها ايه؟ اسمها سفاري. والقعدة اللي فيها جوه دي اسمها ايه؟ دي القرية البدوية، بس اسمها سفاري علشان في حاجة تانية اسمها القرية البدوية بس، انما دي اسمها رحلة سفاري. تعالوا بقى اللي بعد كده، في حاجة تانية اسمها القرية البدوية. القرية البدوية دي بتروحي فيها تتفرجي على التماثيل، في حيوانات هناك انا صورتها معاكم ووريتها لكم، وكمان في فقرات هناك، وفي حاجة اسمها كهف الملح. لو هتدخلي القرية البدوية لوحدها ب75 جنيه للفرد. انا جبت لكم الورقة اهي معايا فيها الاسعار كلها علشان مش انسى حاجة واتلخبط في اي اسعار. القرية البدوية ب75 جنيه للفرد، كهف الملح ب165 جنيه للفرد. لو هتدخلي الاتنين مع بعض ب200 جنيه. انا دخلت الاتنين مع بعض، احنا الكل دخلنا الاتنين مع بعض، فدخلنا الفرد ب200 جنيه كهف الملح واللي هي القرية البدوية. كان في مطعم هناك زي ما قلت لكم لو عايزين تاكلوا، كمان في ملاهي، في كل حاجة. طبعا كهف الملح موجود جوه القرية البدوية. تعالوا للي بعد كده، في سيرك. السيرك الفرد ب75 جنيه، بس بصراحة ما كانش في وقت خالص ان احنا نروح السيرك. انتوا لو رحتوا هتشوفوا ان مفيش وقت خالص. اصلا السيرك مش فارق معايا قوي، يعني مش من الاولويات يعني، وما كانش في وقت خالص. طبعا المنظر اللي انتوا شايفينه ده على البحر هناك في سفاري في القرية البدوية. طيب دي الرحلات الداخلية اللي انا قلت لكم عليها، اللي هي اليخت والسفاري والحاجات دي. طبعا دي كنافة وبسبوسة، جبنا منه الحاجات اللي انتوا شايفينها. المحل اسمه كنافة وبسبوسة، جبنا منه كنافة برضو، جبنا بسبوسة، وكمان جبنا ده اللي هو جلاش. طعمهم خطير بصراحة. طبعا هو فتح عندنا برضو في الزقازيق فرع، هو فتح في اماكن كتير. طبعا ده كان في شارع اسكندرية، جبناهم من شارع اسكندرية، بس بصراحة طعمهم خطير. طبعا انا قلت لكم على الرحلات الداخلية اللي هي سفاري، وكمان اليخت، وكمان القرية البدوية، وكمان كهف الملح، وكمان في بقى رحنا شارع اسكندرية والحاجات دي. شارع اسكندرية المواصلات على حسابنا احنا، يعني بتدفعي 10 جنيه رايح و10 جنيه جاي للفرد على حسابك. وشارع ليبيا برضو على حسابك، الفرد برضو بتدفعي رايح جاي، بس شارع ليبيا بتدفعي اكتر عشان شارع ليبيا بعد شارع اسكندرية بشوية. وطبعا هما كانوا بيوفروا الباصات تحت البيت يودوك الاماكن اللي انت عايزة تروحيها، والرحلات الداخلية كلها كانوا بيوفروا الباصات تحت البيت. وكمان شارع اسكندرية حتى طبعا كان خارج الفلوس اللي هما متفقين عليها، كان على حسابك برضو. الفرد رايح 10 ورايح جاي كانوا برضو بيوفروا الباصات تحت البيت. زي ما قلت لكم ان شارع اسكندريه الفرد رايح ب10 وجاي ب10. وطبعا الحاجات دي جبناها من شارع اسكندريه اللي هي البسبوسه والكنافه والحاجات دي. طبعا احنا ما حبيناش نكتر عشان اول مره نجرب منه، فقلنا ما نكترش. لو عجبنا نبقى نجيب من الزقازيق، لان هو جنبنا، احنا في ابو كبير وهو جنبنا في الزقازيق. هو ده فيديو النهارده، استنوا الفيديو الجاي بقى اللي هو الاخير، اسعار الشواطئ كلها، علشان ما يكونش الفيديو ده طويل عليكم، ويا رب يكون عجبكم. طبعا احنا اتغدينا في القريه البدويه. احنا الاول صحينا، خدنا الفطار معانا زي ما انتوا عارفين، عملنا سندوتشات وحاجات، بسكوت والشيبسيات والبيبسيات والحاجات دي اخدناها معانا مع السندوتشات على اليخت. وبعد كده جينا اكلنا برضو تاني، وبعد كده رحنا اللي هي رحله سفاري القريه البدويه، اتغدينا هناك.
يا رب يكون الفيديو النهارده عجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك للقناه وسبسكرايب.